الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة على مائدتي. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اقتصادية 100% ولكن لذيذة جدا، اللي هي البودينغ تاع الخبز ولا فلان بالخبز اللي يكون بايت في الدار. اول حاجه نديروها ناخذ كيما هكا، انا هادو عندي زوج تاع لي بانيني ولا نصف باغيت، اون دومي باغيت، ناخذوها بهذا الشكل ونحطوا عليها 600 مليلتر نتاع الحليب، يكون يعني درجه حراره المطبخ ماشي مبردينه وماشي مسخنينه. نخلو هذا الخبز شويه يذوب في الماء، ونكونوا هنايا محضرين يذوب في الحليب عفوا، ونكونوا هنا يعني هاد الوصفات ندير كلها في البلندر، ولا اللي ما عندهمش بلندر يقدروا يستعملوا هذاك لو بغا ميكسور. انا غادي نستعمل البلندر. بعد ما خلينا الخبز تاعنا يعني شويه بقى واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق في الحليب، نحطوه في البلندر مباشره. يعني هاد الوصفه كلها تتحضر في اناء واحد. الا كان تبغوا مام تحطوا الخبز والحليب هنايا في البلندر مباشره تقدروا. هنا يعني طريقه مثلى ولا يعني مخيره باش نستعملوا الخبز نتاعنا اللي يكون صابح في الدار. ناخذوا كيما هنا، انا عندي هذا يعوض كاس تاع 220 غرام، هذا يعوضو. هنا راني واخده يعني هذا الكاس ناقص اصبع موان ان دوا، نحطوه تاع السكر. وتبغوا هنا تتحكموا في السكر، يعني تبغوا تنقصوا تبغوا تزيدوا، علما انه غادي نحضروا ان كراميل. نزيد لاغوم نتاع لا فاني ولا اي نوع من انواع الاغوم اللي تفضلوهم، ونزيدوا عليهم 3 حبات نتاع البيض. راهي سخانه البيض، من الاحسن تحلوه وحده بوحده باش ما يخسر لكمش الوصفه الا طحتوا في حبه ماشي مليحه. نزيدوا الحبه الثانيه كي يكون سخانه، حتى ولو كان عندكم لاف دو جور بالافضل تفتحوه وحده باش ما تطيحوش في اون موفيز سوربريز. ونزيدوا الثالثه خبز حليب بيض وسكر. هادو هما المكونات تاع الوصفه تاعنا. نخلطوا كل شيء في البلندر ونرجعوا باش نشوفوا الوصفه تاعنا. نخلطوا بهذا الشكل. انا باش ما نكثرش عليكم الحس راني غادي نخلط ومن بعد نرجعوا باش نشوف. هذا هو الخليط اللي لازم نتحصلوا عليه، يكون سائل بهذه الطريقه. حنا دروك كون فا بريباري ان كراميل سيك. ناخذوا اون كاسرول ولا مقله نحطوا فيها السكر. انا هنا درت كاس ولا غرفيه، نديروه ساك ان كراميل ساك، يعني ما نزيدوا له لا الماء لا والو. نخلوا هذا الكراميل تاعنا وحده يبدا السكر يذوب، وحنا شو ساعه على ساعه نحركوه، ماشي دروك نحركوه حتى نحسوا به باللي بدا يذوب. كي نشوفوا الكراميل تاعنا بهذه الطريقه هنا نقدروا نبداو نحركوه ليجيرمون ونقصوا شويه على النار. الا كنا دايرين النار قويه بزاف ما لازمش، سينو الكراميل تاعنا غادي كامل يتحرق. دونك لازم نقصوا شويه النار. حنا نعرفوا بلي الكراميل ولا السكر كي يسخن يعني يدير حراره كثيره، لذلك هنا لازم تحتاطوا. هذه هي يعني المرحله شويه اللي تكون صعيبه على الاطفال، مثلا الا بغاو يديروا هذا لو ديسير. سينو كلشي فيه ساهل، تقدروا تعطوه حتى الاطفال يديروه. اللي يبغوا يدخلوا المطبخ غير الكراميل لازم يكون مرافقه تاع واحد كبير. انا جو بريفير توجور لي كراميل ساك على لي زوطر كراميل. بون كاين هذاك اللي نديرو فيه لا كريم فريش ونوعيه خاصه من الوصفات، ولكن هنا كل شيء سامبل وبسيط، سهل وبسيط. نكملوا نذوبوا السكر تاعنا باش يولي لنا كراميل، ونرجعوا باش نشوفوا باقي الوصفه.
الكراميل تاعنا داب كلية كما راكم تشوفوا هنا، راه صالح للاستعمال. ناخذ السني اللي رانا غادي ولا لو مول اللي رانا غادي نحطوا فيه البودينغ تاعنا. من الافضل يكون هذا اللي يجي بهذه الطريقه، ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اي انواع نتاع لي مول اللي متوفرين عندكم في البيت. هنا اون فا نابي دو كراميل بهذه الطريقه، وماذا بينا نوصلوا كامل الحواف. دوك نمشوا في الحواف باش يجينا الكاطو تاعنا يعني بيان كراميليزي. هنا هاد الوصفه لعشاق الكراميل ils vont se régaler، يعني غادي يتمتعوا بهاد الوصفه. نعاونوا شويه السني تاعنا مع الاحتياط لانه راه سخون، هذا يرفد يعني سخانه. نحتاطوا شويه ونلبسوا كامل هنا كامل الاطراف، نحاولوا نلبسوهم. احتاطوا احتاطوا احتاطوا. حنا نعرفوا بلي الكراميل يعني بسرعه يبرد، لذلك انتم تاني خدموا بسرعه واحتاطوا كل الاحتياط، خاصه اذا كان معكم اطفال في المطبخ، لانه الحرقه تاع الكراميل شويه صعيب. ناخذوا هنا وي حرقني، ناخذوا هنا هاد الخليط نتاعنا نحركوه. انا اليوم يعني كلمسه لاني سبق لي من قدمت هذه الوصفه في القناه، قدمتها طريقه يعني طريقتها الاصليه. اليوم فضلت باش ندير عليها اضافه صغيره، وهذه تبقى اختياريه، يعني حبيتوا ديروها ديروها، ما حبيتوهاش ما ديروهاش. غادي ندير واحد ملعقه ولا ملعقتين نتاع نواه كوكو، وهذه اختياريه لعشاق نواه كوكو. انا نبغي نواه كوكو يعني بالنسبه لي يعجبني، لذلك زدته. وهذه تبقى اختياريه، تبغوا ديروا ثاني الا كان عندكم ملعقه ولا ملعقتين تاع لوز مطحون، كاوكاو مطحون. انا بغيت نديرها اليوم على الذوق تاع نواه كوكو، وكما قلت لكم هذه لمسه اختياريه لانه الوصفه الاصليه ما فيهاش، تقدروا تستغنوا عليها بكل بساطه. ناخذوا لو مول تاعنا، دائما كي نكونوا نابي دو كراميل نحطوا دائما ملعقه باش ما ديرلناش ان ترو يعني ثقب في مكان معين، هكا تقدروا توزعوه بسهوله. هاد البودينغ لازم يطيب على حمام مائي ولا حمام مريم. انا هنا راني موجده هاد السني نحط فيه السني الكبير، نحط فيه السني الصغير. في نفس الوقت راني حاطه الفرن يسخن على درجه حراره 200، وكي ندخل فيه نردو على 180. قبل ما نحط السني الكبير في الصغير في الكبير نغلق افيك بابي دال باش السني تاعي ما يطيبليش او البودينغ تاعي ما يطيبليش من جهه وجهه، لا نغلق عليه مليح مليح. عمرت يعني السني تاعي اللي راه غادي يرفد، السني الكبير اللي غادي يرفد السني الصغير بالماء، يعني كميه قليله، ونعسوه الا احتاجينا نضيفوه. من الاحسن يكون هذا الماء اللي حطيناه سخون، ما نكثروش الماء لانه كي نحطوا السني الصغير راه غادي الكميه تاع الماء تزيد تقوى، لذلك باش ما يدخلناش ونكونوا هنا حطينا نحطوا البودينغ تاعنا في الفرن يطيب. هنا تبقى على حساب الفران يعني تاعكم، كل وحده تعرف الفرن تاعها. الا كان هذا انا بالنسبه لي يطيب في مده نتاع 15 الى 20 دقيقه كحد اقصى، كاين اللي يوصل لهم حتى 45 دقيقه. انا عندي فرن كهرباء يعني ان فور الكتريك دونك ماشي غاز. الغاز شويه يطول على الالكتريك، دونك غادي نحطه ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا لو ديمولاج نتاع
لو بودينغ تاعنا فقط نصيحه، كي تخرجوا هذا كي تخرجوا لو بودينغ من الفرن ما تقلبوهش مباشره، خلوه حتى يبرد على درجه حراره المطبخ بشكل تدريجي، عاد تقدروا تقلبوه بامان، والا تخافوا يتكسر لكم ويتخسر لكم لو فلون تاعكم اللي راكم تعبين فيه. دونك نحطوا الفلون تاعنا في الفرن ونتلاقاو باش نشوفوا في صحن التقديم. بعد ما خرجنا لو بودينغ تاعنا من الفرن نحطوا فيه ان كوردون ولا كيما هذا، كي نخرجوه نلقاوه ناشف بهذه الطريقه نعرفوا بلي البودينغ تاعنا طاب. هنا يعني غادي نقلعوه من هذا السني الكبير ونخلوه يبرد على يعني طومبيراتور امبيونت، على درجه حراره المطبخ واحد ساعه ولا نص ساعه، عاد باش نوضعوه في الثلاجه باش يبرد، لانه هذا يعني يتكل بارد باش يكون منعش. غادي نقلعه انا من السن الكبير نخليه يبرد لواحد نص ساعه ولا، ومن بعد عاد نحطه في الثلاجه. هذا سي ان ديسير يعني اللي تحليه نحلو بها سواء بعد الفطور ولا في العشيه، كل واحد على حسب اختياراته. نخلي البودينغ تاعي يبرد على خاطره يعني ويهدى، ومن بعد عاد جو لو ديمول، اون فا لو ديمولي اونصامبل ان شاء الله. بعد ما خلينا الفلون تاعنا برد على درجه حراره المطبخ لمده تتراوح ما بين نصف ساعه الى ساعه كامله، هنا يعني اون بو لو ديمولي. ناخذوا الاناء الصحن عفوا اللي رانا مختارينه. انا لي بلا دو ديسير هادو نبغي لهم هاد النوعيه نتاع الطباسه فوارات، وانتم تختاروا الطبسي اللي والمكم، ونقلبوه بهذه الطريقه، نخلوه شويه حتى نحسوه باللي هود. ونقلبوا المول تاعنا بهذا الشكل ونخلوه هنايا، نحطوه في الثلاجه ونخلوه يزيد يبرد. ها ولا الشكل تاع الفلان تاعنا ولا لو بودينغ تاعنا كيفاش تبغوا نتوما ديروا يعني ديمول انديفيدوال فرديين. هنا تبقى مساله شخصيه، تاكلوه ايضا دافي ولا تاكلوه بارد تماما. انا نفضله بارد خاصه في الصيف يكون منعش للسهرات والقعدات العائليه، يجي طري ويجي حلاوه نتوما تتحكموا فيها. نتمنى ان شاء الله تجربوا معنا هاد العصات نتاع لو فلان ولا لو بودينغ المنزليه وتقولوا لنا ارائكم. منكم الى لقاء قريب ومع السلامه.